بيبدأ الفيلم مع المعلم سو وهو بيواجه وحش ضخم جدا بيحاول يهرب منه بس ما بيعرفش، فبيقرر يستخدم قوته الخارقة علشان يهزم الوحش ده. فيا ترى هيقدر يهزمه ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو النهاردة. بس قبل ما نبدأ ادعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد بننزله. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. الحكاية بتبدأ في إحدى القرى الصينية الفقيرة جدا وفي السوق، وبيبقى كل الناس شغالين في حالهم في وسط السوق، وكل واحد بيقوم بشغله علشان يأكل عيلته. لكن في شاب غني متنمر فضل يبلطج على كل الناس اللي هناك وبيزعجهم، ده غير انه بهدل الفقراء وضربهم بدون اي رحمة. حتى الاطفال ما سلموش منه، وخد الوردة بتاعت الطفلة وفضلت الطفلة تبكي لكنه مهتمش. وهنا في واحد من المتسولين ظهر فجأة. الغريبة ان الجميع بيحترموا المتسول ده وفضلوا يشجعوه وبيحيوه. والمتسول ده كان اسمه المعلم سو، ومع انه فقير جدا ومعهوش ياكل الا انه بيعرف فن قتال سر جدا ملهوش مثيل وبيقدر يغلب اي حد. وبالفعل المعلم سو طحن الشاب الغني هو واصدقائه وجاب الوردة للطفلة من تاني. وهنا الطفلة بطلت عياط وانتقم للناس الضعفاء والمساكين. ومش بس كده، لا ده خد من الراجل الغني فلوس علشان يبطل يعمل كده تاني، واعتذر ليه الراجل الغني وهرب هو ورجالته من المكان بأقصى سرعة قبل ما سو يبهدل فيه أكتر من كده. بعد كده راح علشان يقابل عمه وزوجته العزيزة شاه في قصر الملك، لأن عمه سو يبقى واحد من مساعدين الملك، وكان موجود مع شاه زوجة سو اللي كانت بتشتكي ليه منه بسبب إهماله ليها، وإن كل الناس بتتريق عليه علشان مش بيهتم بنفسه ولا بيها حتى. علشان كده عم سو عاجبه لانه اتخانق وعمل مشاكل في وسط القريه وما كانش بيهتم بزوجته، ده غير ان شا زعقت ليه وما كانتش عايزه تشوفه من جديد. بس سو بيعتذر ليها والناس بتتخدر فجاه، وكمان في ناس كتير بتموت في القريه بشكل مجهول ومفيش اي واحد يعرف السبب. ولو الوضع فضل على كده الملك هيطرده من الشغل لانه ببساطه محقق فاشل. فسو قرر انه يساعده وانطلق في طريقه، لكنه لما وصل لعتبة الباب اتكعبل وقع على الأرض زي الجردل. وبنشوف واحد في المعبد فجأة بيتهيأ ليه إنه مربوط وهو بيتعذب جدا. بالليل عم سو أخدوه وراحوا لنادي ليلي، لأن آخر واحد اتقتل عن طريق الشخص المجهول مات في المكان ده. وأول ما الاتنين دخلوا النادي نسيوا مهمتهم وعكسوا في البنات وكل واحد شقط واحدة والدنيا فل. بس في وسط ما هم مبسوطين بتيجي شاه زوجة سو وبتكسر عليهم الباب. فسو اختفى في ثواني وعمل نفسه لسه جاي ومش فاهم اي حاجه، ولبس عمه الليله كلها. فعمه اتعصب منه لان خلى شكله وحش ولبسه في مصيبه. وهنا شاه زعقت لسو وقالت له يرجع البيت لما يخلص مهمته. بس تاني يوم لما سو وعمه كانوا بيتجولوا في الشارع اتفاجئوا براجل مجنون نازل طحن في الحراس والناس كلها ملمومين حواليه. طبعا سو راح علشان يفهم ايه اللي بيحصل، واول ما وصل كل الناس شجعوه علشان يدافع عنهم. وبالفعل سو قاتل الراجل المجنون، لكنه اتفاجئ بقوته الرهيبة وعارف ومتوقع كل الحركات اللي سو بيعرفها. ولاحظ ان شكله غريب ومرعب لدرجة ان عمه هو كمان اتدخل وحاول يساعده في القتال لكنه فشل في النهاية. اما سو استخدم كل الطرق وما قدرش يسيطر على خصمه. بس قبل ما الراجل المجنون يغفله ويخلص عليه فجأة في مقاتل ظهر من وسط الناس ولابس أبيض واستخدم تقنية سرية علشان يدمره تماما. المقاتل ده اسمه فوشي، وقال لسو إن معلم الفنون القتالية المفضل عنده. لكن سو اتضايق لأن كل الناس حيوا فوشي وما قدروش تعبه أو مجهوده. تاني يوم الصبح معلم سو نزل السوق وكان مصاب بسبب القتال اللي دخله ضد الراجل المجنون، لكنه اتفاجئ بشخص مقنع بيراقبه من وسط الناس فحاول إنه يطارده. وهنا حصلت حاجة غريبة والجميع اتثبتوا في مكانهم. كان في حد بيسيطر على عقولهم وكلهم برقوا واتقلب لون عينيهم للون الابيض وبدأوا يضربوا في بعض. بس المعلم سو جرى ورا الشخص المقنع بأقصى سرعته. الراجل ده كان ساحر جدا وقوي وهو السبب ورا كل الناس اللي بتموت في القرية دي، غير انه قدر يغفل سو وهرب منه وسط الغابة. في الوقت ده المكان اتقلب لفوضى في شوارع المدينة، لكن من حسن الحظ فوشي ظهر على آخر لحظة وبدأ يصحي الناس اللي نايمين نوم مغناطيسي وأفقدهم وعيهم بدون أذية أي حد منهم، وقدر ينقذ شاه زوجة المعلم سو. وفي النهاية الناس فاقوا من الغيبوبة وما كانوش فاهمين ايه اللي بيحصل، لكن فوشي هداهم وقال لهم ان دي حاجة طبيعية. اما سو كان شاكك فيه لانه دايما بيظهر في اوقات الخطر. ومن هنا فوشي اخد كل الناس المصابين بالقرية واستخدم تقنية علاج سرية علشان يعالج جروحهم.
اما سو وعمه كانوا شاكين فيه ومش مصدقين انه طيب، فعم سو عمل نفسه ميت وسو فضل يعيط عليه لحد ما فوشي ظهر في النهايه وكشف خطتهم الفاشله، لدرجه ان سو تنكره اتكشف وشكله بقى عبيط قدام كل الناس. بعد ما سو اتهزق قعد على سطح البيت وما كانش عايز ينزل او يكلم عمه وزوجته، بس فجأة فوشي ظهر من جديد وطلب يكلمه. وهنا فوشي قال انه بيدور على ساحر مقنع خطير جدا ولازم يقبض عليه في اسرع وقت، لان هو السبب في موت كل الناس الابرياء والمشاكل اللي حصلت. لكن سو اتكبر عليه وقال انه يقدر يغلب الساحر لوحده وطرده من البيت. بعد ما نام حلم بحلم غريب جدا وسمع صوت بيناديه من خارج غرفته، لكنه اول ما وصل اكتشف ان كل اهل القرية اتقتلوا، فحس بالصدمة الشديدة وفاق من الحلم وهو حاسس بالفزع. وبعد الحلم الرهيب ده سو خرج في الشوارع علشان يقابل تلاميذه المتسولين، لكنه اتفاجئ بالشاب الغني المتنمر من جديد، بس المرة دي فوشي ظهر ومسكه وروق عليه وعلمه الادب، فكل الناس حيوه في سعادة كبيرة جدا. ولان سو حاسس بالغيرة من فوشي مشى وراه في السر واتجسس عليه، فعرف انه طيب وكل هدفه انه يخلص على الساحر المقنع لانه قتل المعلم بتاعه. عشان كده سو ضمه لعصابة المتسولين الخاصة بيه وقرر انه يساعده في مهمته. ولكن فجأة الساحر المقنع ظهر وكل المتسولين اتقلبوا ضد سو، والساحر المقنع هاجم سو بشراسة وكان هيغلبه، لكن فوشي استنى الفرصة المناسبة ووجه خنجر قاتل لصدر الساحر وخلص عليه تماما. بعد كده عم سو اخده هو وفوشي وراحوا للامبراطور وحكوا له على كل اللي حصل بالتفصيل، وقال انهم خلصوا على الساحر اللي سبب موت الناس الابرياء. فالامبراطور حياهم على مجهودهم ووعدهم بجائزة مالية كبيرة. للأسف مع الوقت فوشي أصبح هو بطل المدينة وكل الناس بقوا بيحبوه، أما سو اتنسى وبقى مجرد شخص عادي. بس في يوم من الأيام الامبراطور بدأ يحلم بكوابيس مرعبة ملهاش أي مثيل وما كانش قادر ينام، فطلب من عم سو يتصرف ويطلب المساعدة في أقرب وقت علشان يخلص من الكوابيس. ولما سو وعمه كانوا رايحين لقصر الامبراطور فجأة بنعرف إن فوشي كان متنكر على هيئة عم سو وقال إن هو الساحر المقنع من البداية، وعمل كل ده علشان يخلي الناس يكرهوا سو ويبعدوا عنه لأنه هو الوحيد اللي يقدر يتصدى ليهم. ده غير إنه عاوز يتخلص من الامبراطور علشان يمسك الحكم من بعده. وبالفعل القتال ما بين فوشي وسو والاتنين نزلوا طحن في بعض، لكن في وسط المعركة فوشي الغدار استخدم تقنيته السرية واستدعى وحش عملاق جدا. طبعا سو انبهر وما كانش عارف يتصرف ازاي، وبدأ يجري من الوحش ما بين المباني والشوارع لكن بدون اي فايدة لان الوحش قوي وبيدمر اي حاجة في طريقه. في النهاية سو اتشجع واستجمع قوته من تاني واستخدم تقنية التنين السرية وقدر انه يوجه ضربة مدمرة للوحش قضت عليه تماما. بس في النهاية فوشي الندل استغل ضعفه وتشتته وضربه وقدر يصيبه في رجله وخلاه مش قادر يتحرك. بعد كده انطلق في طريقه علشان يخلص على الامبراطور ويسيطر على المدينة كلها. في الوقت ده جنود الامبراطور راحوا علشان يقتلوا عصابة المتسولين لان فوشي كذب عليهم وقال انهم بيدبروا مؤامرة وعايزين يدمروا المدينة. وبعد ساعات طويلة المعلم سو وصل لبيته وهو بيعرج لان رجله مصابة بشدة، لكنه اتفاجئ ان كل المتسولين تلاميذه ميتين وعرف ان في حرب كبيرة حصلت. وهنا المعلم سو اتصدم وما كانش مصدق عينيه لانه اكتشف ان زوجته العزيزة شاه اتقتلت في وسط الحرب، فبدأ يعيط عليها بحرقة شديدة جدا. ولما عمه وصل حاول يهديه لكن بدون فايدة واستمر في البكاء طول الليل. تاني يوم سو اتجول في وسط الشوارع وهو ضعيف ومش قادر يمشي على رجله، ده غير ان حزنه على زوجته سيطر عليه وافقده الرغبة في الحياة. وهنا الشاب الغني المتنمر لمحه من بعيد هو واتباعه وحس بالسعادة لما عرف ان المعلم سو اللي كان بيهزقه اصبح ضعيف ومذلول. بعد كده هزقه قدام الناس كلها وسابه مرمي في الشارع. للأسف المعلم سو بقى زي اي متسول مش لاقي ياكل، ولولا ان في ناس ساعدوه بالاكل كان ممكن يموت من الجوع. بس من حسن الحظ عمه ظهر على اخر لحظة واخده لبيته علشان يهتم بيه ويساعده ويرجعه لحالته القديمة. عم سو غني المتنمر وقال له انت لازم تستعيد قوتك من جديد لان فوشي هيدمر المدينة. في البداية سو كان كاره الحياة لكنه استجمع عزيمته لان كل المتسولين محتاجينه وبدأ يتدرب على فن المعلم السكير الاسطوري ويكتشف قدراته الرهيبة. تاني يوم اتباع فوشي بدأوا يفسدوا في كل حتة، ولما عم سو حاول يوقفهم عن اللي بيعملوه
كانوا هيخلصوا عليه، لكن فجأة سو ظهر واستخدم فن المعلم السكير في تدميرهم واحد ورا التاني بسهولة تامة. أما فوشي قدر ينفذ خطته، وبعد ما أضعف الإمبراطور عن طريق السم قدر إنه يخلص على كل حراسه وكان هيسيطر على المملكة. لكن فجأة المعلم سو ظهر وأفسد خطته. طبعا فوشي ما كانش مصدق نفسه لأنه كسر رجل سو وعجزه تماما. في البداية الاتنين بدأوا في القتال ونزلوا طحن في بعض، ده غير انهم كانوا متعادلين وقوتهم متقاربة. لكن سو بدأ يستخدم فن المعلم السكير، ولأن حركاته غير متوقعة وسريعة جدا قدر انه يسيطر على فوشي وكان هيهزمه في المعركة. وهنا فوشي الغدار قال تعويذة سحرية غيرت شكله وبقى ظاهر زي شام مراته. طبعا سو اتردد وما كانش مصدق عينيه لأنه بيخنق مراته العزيزة. ففوشي استغل ضعفه ونزل فيه طحن لحد ما دمره تماما. بس سو ما استسلمش وشرب نبيذ اكتر واكتر علشان يسكر ويلغي مفعول التعويذه. بعد كده نزل ضرب في فوشي وخرج كل غضبه عليه لان هو السبب في موت مراته من البدايه. وبعد ما سو غلب فوشي بقيه عصابه المتسولين ظهروا ودافعوا عنه بكل بساله. وفي النهايه الامبراطور شكر سو على مجهوده الرائع ووعده بجائزه ماليه كبيره جدا. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير. سلام.